بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا فيديو جديد النهاردة. هنتكلم عن شوية أخبار جديدة. طبعا فترة انتقالات بيبقى كل يوم في جديد، بتبقى كلها أخبار طبعا، ترشيحات، ما بيبقاش في حاجات برضو مؤكدة بنسبة كبيرة. بتبقى كلها تفاوضات. فهناخد النهاردة كده كم خبر عن انتقالات النادي الأهلي، وبعد كده هنخش في شوية أخبار عامة بسرعة كده، مش هنطول عليكم إن شاء الله. الأول معانا طبعًا المهاجم. طبعًا إحنا كنا اتكلمنا امبارح عن إبراهيم دياباتي ومدى صعوبة انتقاله للنادي الأهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ، إحنا قلنا امبارح في رحلة لكابتن سيد عبد الحفيظ، مش عارفين فين، بس خلاص بانت. كابتن سيد عبد الحفيظ هيروح الأول المغرب يخلص صفقة بيل عماري، ينهيها تمامًا، هي خلصانة، بس هو هيروح ينهي كل الأمور. بعد كده هيطلع على ألمانيا. في مهاجم ظهر في الأفق، ياستروب، هو اللي مرشحه ومقتنع بيه، وكان بيدربه في نادي أوكسبورج قبل ما يجي النادي الأهلي. ياستروب مقتنع بيه جدا 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 وعايزه. ف كابتن سيد حفيظ هيسافر ألمانيا يحاول يخلص اللعيب ده. هو لعيب بنفس سن دياباتيه، لكن القيمة التسويقية بتاعته أعلى، ولعب في كذا ليفل، لعب في كذا مستوى، وأدى بمستويات يعني بشكل طيب جدا 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 في على مدار كل المستويات اللي لعب فيها. اللاعب كونغولي اسمه أساندي، صامويل أساندي، لاعب مميز جدا. نتمنى ان النادي الاهلي يخلص مهاجم بسرعه جدا عشان يلحق يجي، يعني قبل 1 يناير يكون المهاجم موجود ومخلص كل حاجه وانهى كل حاجه، يتأيد يوم 1 يناير او 2 يناير ويخش على طول يتدرب مع الفريق. في باك شمال فلسطيني بيلعب في السويد، كابتن سلام حفيظ بعد ما يخلص المانيا هيطلع على السويد. لو ما وفقش في المانيا في صامويل أساندي هيطلع على السويد. في صفقتين في السويد. احنا قلنا امبارح ابراهيم دياباتيه في سويسرا، عفوا هو بيلعب في السويد مش في سويسرا. هيروح يخلص ابراهيم دياباتيه. وفي مدافع فلسطيني بيلعب في نادي ايك السويدي، هيحاول كابتن سيد حفيظ ان هو يخلص المدافع ده. ياس تورب مقتنع بيه جدا 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 جدا. مدافع صغير في السن، فلسطيني، مش هياخد مكان محترف، وفي نفس الوقت لعيب قابل للتطور. ودي نمرة واحد عند ياس تورب، ان اللعيب عندي مش لازم يكون مميز قوي، مش لازم يكون واو، بس يكون قابل للتطور. فياس تورب شايف ان المدافع ده قابل للتطور، وان ان شاء الله مع ياس تورب مستواه هيرتفع. كده خلصنا من صفقة المدافع وصفقة المهاجم وصفقة الباك الشمال. وقلنا امبارح كنا في صفقة أحمد هاني وصفقة حامد حمدان. في برضو لو المدافع الفلسطيني ما خلص، عندنا في عمر فايد. النادي الأهلي بيحاول برضو إن هو يخلص عمر فايد وعمرو الجزار. عمرو الجزار رقم 3. لو المدافع الفلسطيني أو عمر فايد الأهلي ما وفقش في عمرو الجزار، الأهلي هيخش فيه بقوة مع البنك الأهلي. طيب عندنا اخبار ايه تاني؟ حمزه عبد الكريم متمسك بعرض برشلونه، جاي له عرض من البرتغال وعرض من فرنسا، وكنا اتكلمنا برضو عليهم قبل كده عشان ما نطولش برضو في الاحداث. بس حمزه عبد الكريم متمسك ببرشلونه، وبرشلونه متمسك بحمزه عبد الكريم. عندنا اتحاد الكوره، انا كنا اتكلمنا قبل كده لما عملنا فيديو عن مقارنه المنتخب المصري بمنتخب المغرب وازاي منظومه المغرب ناجحه. كنا قلنا يعني الغوا الاستثمار الرياضي ودوروا على المواهب. انزلوا القرى، انزلوا النجوع، انزلوا مراكز الشباب، انزلوا الشوارع، هتلاقوا مواهب كبيره جدا وهتلاقوا ناس عندها كوره. فالاتحاد المصري مشكورا عمل بيان اول امبارح في الكلام ده، ان هم فعلا هيشغل كل المديريات بتاعته وكل مراكز الشباب ان هي تنزل تدور على المواهب، ويبدا فعلا يشوف المواهب الحقيقيه اللي تستحق تنضم للمشروع بتاع اللي هو رؤيه 38. بس يعني هو استوقفني رؤيه 38. يعني ليه 38؟ او النهارده انا هنزل ادور على شاب او ناشئ هيكون عمره كام سنه؟ 12 13 سنه. يعني المفروض بعد 5 سنين المشروع يبدا يؤتي ثماره. ايه 38؟ يعني ليه 38؟ 38 ده عشان يعني بعد تقريبا 13 سنه. يعني النهارده انا بدور على عيل عنده 3 4 سنين. يعني ازاي يعني بأنهي عقل؟ يعني ليه 38؟ يعني ليه ابدا اجني الثمار في 38؟ ازاي يعني؟ ليه؟ يعني من 2017 احنا شايفين منتخب المغرب في تطور ملحوظ، وبدا يبقى عنده قواعد ناشئين على اعلى مستوى. فيعني هم بداوا 2012 2013، يعني 3 4 سنين زي ما بنقول او 5 سنين. ليه استنى ل 38؟ هو اللي هي قصه جحا والحمار.
يعني هو معلش احكي لكم كده بسرعه. جحا لما الملك كان عايز يعلم الحمار بتاعه الكلام، فجحا قال له ماشي بس انا اديني 20 سنه واديني فلوس واديني الامان. فالملك وافق. راح جحا، الناس بتقول له يا عم انت عبيط، وفي حمار هيتعلم الكلام؟ قال لهم يا جماعه هي المهله قد ايه؟ قالوا له 20 سنه. قال لهم خلاص 20 سنه، يا اكون انا مت يا الحمار مات يا الملك مات. يعني سنه 38 هي الناس دي هتكون فين سنه 38 عشان خاطر بقى نقول نحاسبهم؟ لا يا باشا، انا عايزك في خلال 3 4 سنين 5 سنين بالكتير اكون الاقي عندي منتخبات ناشئين وشباب على اعلى مستوى. انا ايه اللي يخليني اقعد ل 38؟ هستنى هفضل في المرار ده ل 38؟ هفضل الانديه كلها ماشيه بالاستثمار الرياضي، ما فيش عندهم قواعد الناشئين عندهم ماشيه برجال الاعمال والناس اللي معاها فلوس وابناء الاعضاء؟ يعني مش انا مش عارف ازاي، يعني فين التخطيط؟ فين التخطيط؟ تعالى بقى يا سيدي اوريك التخطيط. النادي الاهلي انجح مؤسسه رياضيه في مصر، او انجح مؤسسه في مصر عموما. النادي الاهلي طالع وفد الاستاذ خالد مرتجي، ومعاه الاستاذه نيره المدير التنفيذي، نيره علي المدير التنفيذي لشركه الكوره في النادي الاهلي، رايحين المانيا. رايحين يعملوا في المانيا، رايحين زياره لنادي ريد بول لايبزيج، عشان يقعدوا مع الناس ويعملوا توأمة وشراكة مع نادي ريد بول لايبزيج. طيب النادي الاهلي لما من كام شهر عمل عقد رعايه لريد بول وعمل شراكه مع ريد بول، هل الناس دي كان همها ان هم يدخلوا قرشين للنادي وخلاص؟ لا، الناس بتخطط، الناس بتعمل لقدام سنين. اللي هيجي بعديه هيجي مرتاح. ليه؟ انا عندي النهارده عقد ريد بول ده بكام؟ اخليه على جنب. ريد بول، شركه ريد بول تمتلك كام نادي؟ وفي كام بلد؟ يعني عندك في النمسا، عندك في المانيا، عندك كام نادي؟ لما اعمل معاهم شراكه واتفاقات وانتقالات لاعبين، ايه ده التخطيط؟ هو ده التخطيط. ناهيك بقى كمان عن قطاع الناشئين، الاستاذ ياسين منصور قال لك هنعمل طفره، والموضوع مش هيبقى مجرد ان انا بجيب لعيبه تقضي معايا وخلاص، او بعمل اختبارات لعيب يجي ينطق بالكوره اقول له انت ما تنفعش. لا، كابتن الاستاذ ياسين منصور هيعمل مشروع ان الولد يخش عندي يقعد معايا سنه، سنه كامله اتفرج عليه وهو بيكبر قدامي. في السنه دي بيتطور ولا ما بيتطورش؟ في السنه دي اداؤه عامل ازاي؟ لان في لعيبه بتبقى لعيبه جامده جدا بس بتروح من الرهبه، ما بتعرفش، ممكن ينطط تنطيتين والكره تقع منه يقول له مع السلامه، بس هو موهوب. بس الرهبه، الخوف، اسماء بيسمع عنها في التلفزيون وبيشوفها في التلفزيون يلاقي نفسه في وش في وش. فالاستاذ ياسين منصور المشروع ده يا رب يا رب يا رب يكمل على خير، ونشوف فعلا قطاع ناشئين قوي جدا في النادي الاهلي. نروح بقى بسرعه على نادي الزمالك. والله الواحد بيبقى زعلان وهو بيقول الاخبار دي، بس يعني هو اخبار في الساحه، على الساحه الرياضيه. يعني نادي الزمالك 7 ايقافات، وفي 4 تانيين احتمال يبقوا خلال الشهر ده او في شهر يناير. يعني لسه عندك النادي بتاع عمر فرج ايك السويدي، عندك النادي بتاع اوكسانا الاوكراني، اولكساندريا الاوكراني، عندك ابراهيم نضاي، عندك مشليك. 4 قضايا غير السبعه. يعني ممكن تخش يناير عندك 12 13 قضيه. يعني ازاي بس؟ يعني ده النادي ده يعني انا مش عارف، والله ما عارف، أنا مش عارف اتكلم، مش عارف اقول حاجه عشان ما حدش يزعل مني. بس اللي بيحصل في نادي الزمالك ده حرام، ومش حرام والدوله ملهاش دعوه. حرام على اللي ماسكين نادي الزمالك. اللي بيحصل في نادي الزمالك حرام على اللي ماسكين نادي الزمالك. يعني انت ممكن بسبب كده تاخد عقوبات تأديبيه، ممكن الفيفا تنزل تراجع عليك هنا في مصر وتقول لك ازاي النادي ده بياخد رخصه. يعني الموضوع مش موضوع ايقافات وفلوس بس، لا ده في حاجات تانية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى تعملوا سبسكرايب، اتمنى تعمل لايك، اتمنى تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، والفيديو بتاعنا يوصل لكل اهلاوي. اتمنى تكونوا يعني لو في اي حاجه مش عاجباكم في الفيديو اتمنى اشوفها في الكومنتات. شكرا ليكم، السلام عليكم.